قال شو بيقول لرفيقه؟ إيه والله متضايق كتير ومخنوق، مشاكل مع هالمرة، مالنا عم نتفاهم نوب وهي ما عم تفهم على عقلي، كتير حاسس حالي مضغوط وراسي رح ينفجر منا، والله هيك متضايق مخنوق، الحياة عاصة علي. بيقوم بنط رفيقه، شو بيقله؟ اي روح طلقها يا زلمة، شو بدك فيها؟ والله بيجيك احسن منا مليون مرة، زتها روح ارميها لبيت اهلها، لا تعطيها حقوقها، وحتى الاولاد احرمها منهم. وانا كمعالجة نفسية بحب خبرك تدير بالك من هذا الرفيق، لانه عم يبخ بحياتك سم، حتى لو كان شخص طيب مو بقصده ابدا انه يأذيك. هلا منروح للمرة، بتجي لعند رفيقتها بتقلها تعبانة مضغوطة مالي حسنانة، كتير جوزي مثلا خاين كذاب كذا، فبتجي بتقلها يي الله يعينك كيف متحملتي، روحي طلقيه بيجيكي احسن منه بألف مرة. كمان يا عزيزتي ديري بالك منه، لانه هدول الاصدقاء هن بدهم يهدولكن حياتكن بس مو اكتر، حتى لو كان مو بنيتهم، بس فعليا هذا الكلام بيؤدي لخربان البيت. هلا صار معك موقف وانتي مشوشة وحاسة حالك كتير في عندك افكار، ورايحة لعند رفيقتك لحتى تحكي لها، انتي كصديقة عم تسمعي، المفروض انك بس تسمعيها مو اكتر، لا تنصحيها ولا تقولي لا اعملي كذا واعملي كذا. واذا كنتي حابة انك تخففي عنا، بكفي تقولي لها الله يصبرك، معلش طولي بالك، ما فينا حدا كامل، انت كمان اهدي، في عندك فرضا اولاد. من هذا الكلام اذا كنتي فعليا صديقة منيحة وحابة انك تساعدي رفيقتك. اما اذا كان ما بدك تساعديها او ما بتعرفي تساعديها، فبكفي انك تسمعي لو بس. في كتير محطات بحياتنا بنكون فيها مضغوطين وحاملين هموم الدنيا، ولما نلاقي رفيق او رفيقة بنحب نقضي معهم وقت ونحكي لهم عن مشاكلنا واوجاعنا، لمجرد انه نخفف حملنا عنا. فما في داعي لا نطحش ارائنا ولا نحكي نصايحنا الخرنقعية لحدا. وأكدت الدراسات أنه 90% من علاقاتنا الاجتماعية بتكون علاقات سامة وما لها داعمة. طب شو الفرق بيناتهم وشلون بدنا نعرف؟ خليني خبرك. لما بتروح تقول لرفيقك والله أنا كتير متضايق، مرتي كتير صوتها عالي وأحيانا ما بحكي معها كلمة إلا بتفز علي الفزة اللئيمة، بتحكي معي كلام طالع نازل، أنا ما فيني أتحمل هيك. بقوم بيجي سبع البرمبة بيقول لك يي شلون بتحملها؟ ابدا، لا 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 لا، مو محموله بالمره. هي مره لسانها طويل، بتروح بتدشرها وبتاخد وحده غيرها احسن لك، شو بدك فيها؟ المرة مفروض تكون محترمة، تسكت، ما تعلي صوتها عليك، ما تحكي معك كلام بلا طعمة ابدا ابدا. طب هو حكى من منظوره، تمام، هو ما نو عايش حياتك. طب انت لو وصلت مرتك لمرحلة انه هي عالي صوتها، شو صاير فيها كان كل نهار مع الاولاد؟ ففتح لك عينك على أساس أنت كنت ممكن تكون متقبلة، أو أنت ممكن تكون مع الأيام شايف مرتك قد إيه مضغوطة بالبيت، ممكن تكون مضغوطة من غربة، مضغوطة من الولاد، مضغوطة من الوحدة، مضغوطة من ألف قصة. فبدل ما تروح تحكي لرفيقك، اقعد مع مرتك قعدة صراحة وإلا يا بنت الحلال، أنا ما بيناسبني تعلي صوتك، بس مثلا تشوفيني او بس تعصبي او بس تتضايقي، انا رح ادشرك تروقي واطلع من البيت، اعمل لي لفه وارجع. من هاي الاثناء انت رجاء تكوني حاولتي انك تهدي حالك، ما بيمشي الحال هيك كل يوم والتاني صواتنا لبرا، هيك بتكون انت حليتها. حتى انت كرفيقة لما تجي رفيقتك تقلك انه والله خاين كذاب ما عم بقدر اتحمل، ما تجي تقولي لا الله يعينك شو بدك فيه وفوق منه، بتعرفي انا لاحظت انه بيعمل كذا وكذا، انا لاحظت انه شوي بخيل، انا لاحظت انه ما بيعاملك منيح، والله انت بتستاهلي حد احسن منه مليون مرة. كمان ما في داعي ابدا لهذا الكلام، لانك عم تلفتي لها نظر على اشياء هي متقبلتها بجوزها. فكوني دائما انسانة يا تزرع الخير يا اما تسكتي. هلا في اصدقاء بيكون حرفيا مو بقصدهم نهائيا انهم يحكوا، لذلك ضروري كتير وجود علاقة داعمة بحياتنا. طب شو هي العلاقة الداعمة؟ انا صراحة برفض او بستبعد فكرة الاب والام. ليه؟ لانه الاب والام لما نحن بنكون كبرنا وتزوجنا بيكونوا صاروا بعمر انه خلص حاجتهم هموم. لما نجي نحن بدنا نحكي لهم عن مشكلة صارت معنا، نحن رح نصلح هاي المشكلة، بس هن رح يضلوا عم يفكروا فيها دائما. فلهيك نحن بنكون عم نزرع جواتهم التوتر والخوف علينا بزيادة. أما بالنسبة للأصدقاء فكمان أنا يعني بفضل يكون في صديق ولكن مو دائما، وبفضل يكون في عندك رفيقة ولكن كمان مو كل شي بينحكى له.
لأنه أكيد أصدقائنا في إلهم حياتهم، وفي كمان تبعيات لأنه نحن نحكي للعالم أسرارنا، أو ما يبقى في عنا شيء اسمه خصوصيات لحياتنا. فمثلا إذا تخانقت انت وهذا اللي رفيق، ممكن يروح يحكي عنك بالعاطل، او اذا تخانقتي انت ورفيقتك ممكن تروح تفشي كل اسرارك. فبهاي الطريقة نكون نحن انأذينا من الاشخاص، يعني أزوة بروماكس مثل ما بيقولوا. فلذلك الافضل دايما مع اصدقائنا يكون في شيء اسمه فشة خلق. اوكي، مثلا حادثة بسيطة صارت معي احكيها، شغلة هيك انا كتير مضغوطة من الاولاد احكي لها. أما الأشياء اللي كتير مهمة وأنا فعليا بحاجة لنصيحة فيها، فالمفروض إنك تروحي لعند حدا مختص، والمفروض إنك تروح لعند حدا مختص، مثلا معالج نفسي، دكتور مختص استشارات فرضا زوجية، دكتورة نفسية، دكتور نفسي، أي حدا له بهذا المجال بهذا الاختصاص. المفروض إنه نحن نروح لعندهم وناخد منهم النصيحة. خليني أخبركم شو هن الأسباب. السبب الأول إنه رفيقتك أو رفيقك مهما كانوا بحبوكم، فهن كمان في عندهم حياتهم وضغوطاتهم يلي بتستدعي أيام يكونوا مشغولين، أو أيام يحكوا كلمة تكون أبدا أبدا مو بمحلها. فبدل ما يكونوا عم ينصحوكم، بيكونوا فرضا عم يقلبوكم على حياتكم. فرضا بعرف وحدة بهالزمانات فاتت لعند رفيقتها قالت لي يو الله يعينك لك جوزك شو بياكل، شلون هيك وسمين، يا الله أنا ما فيني أتحمل هيك. فعليا هي لفتت نظرة لشي بحياتها، وشوي شوي علاقتها هي ورفيقتها كبرت كتير، وصارت تحكي لها كل أسرارها. وبعد فترة لا تقل عن 6 شهور هاي المرة اتطلقت من ورا جارتها. بس هي طبعا ما لا عرفانة انه جارتها هي كانت السبب، لانه هي زرعت براسها شوي شوي خلال هي ال6 شهور انه عيشتها مع زوجها كانت كلياتها غلط بغلط، فأدت بالنهاية انه وقعت الكارثة واتطلقت. وكمان رفيقك ممكن يجي يحكي لك بيقول لك انت بتستاهل حدا احسن منا، ولا شو حاوية وعلى ايش متحملة. هو مو عايش حياتكم ولا بيعرف شو كل التفاصيل اللي عم تعيشوها، واصلا غلط انك تحكي له كونه انتو شباب، وكون اللي عم تحكي عنها هي عرضك وشرفك. فبالتالي كمان ممكن يكون عم ينصحك نصيحة يلفت نظرك لشي انت فعليا يكون انت متقبله بحياتك، فبتكون عم تحط حالك بحياتك بطريقة مسدودة، وتوصل بالنهاية لأنك تخربها بدل ما تصلحها. فلهيك الشخص الداعم أو المعالج النفسي هو شخص بيسمعك أو بيسمعك إمتى ما رحتوا لعنده. وغير هيك بيعطيكم نصيحة دايما تكون بمحلها. ليه؟ لأنه هو برات حياتكم تماما، ولو سمع لفترات كتير طويلة رح يكون شخص ما عم يتأثر بمشاكلكم، وكمان بنفس الوقت ما عم يكون عم يقلبكم عن حياتكم. ففكرة المجتمع انه الرفيق او الرفيقة او الجارة او الجار ممكن ينصحوكم، هي فكرة كتير غلط. وانه ما بيروح لعند الدكتور النفسي او المعالجة النفسية الا الناس المجانين. كمان لا، ما هي المعالجة النفسية ليه؟ لتسمعك او تسمعك وانت بأمس الحاجة لانك تاخدي نصيحة من حدا يكون برات حياتك، شايف المشكلة من بعيد. بس هاي الشخصية ما رح تتأثر بحياتك. يعني جارتك إذا دايما عم تحكي لها عن قصصك، فيتك المقربة يلي دايما بتحكي لها كل خصوصياتك، أولا ممكن تمل إنه يا الله هي عطول بتجي وبتشتكي، والله العظيم حملتني هم فوق همي، إيش وناقصني أنا؟ تمام. وغير هيك ممكن إذا تخانقتوا رح توعد مشكلة إلى أول ما لآخر. رفيقك نفس الشيء اللي أنت بتحكي له كل خصوصياتك، ممكن يا أخي يكون مشغول، ممكن كمان عم تحمله هم فوق همه. فالشخص المختص هو مختص ليسمعك. هو ما فيك انت تروح لعند دكتور اذن وانت معدتك عم توجعك، عم تروح لعند الشخص الغلط. فالرفيق هو اللي تغير معه جو لتفضفض له اوكي، اما تسمع نصيحة من اي بني ادم بالكون ما في حدا انا برأيي غير الام والاب. والام والاب بيوصلوا لاعمار انه خلص ستوب اناف، ما بقى فينا نحكي لهم حاجتهم، بكفيهم هموم، ما نجي نحن بعد ما نكبر كمان نحملهم همومنا. فضروري كتير وجود معالج أو معالجة نفسية بحياتنا. مهم كتير نعرف إنه لازم نحط حدود بعلاقاتنا مع رفقاتنا. نحن بنحبهم هن بيحبونا، ولكن رح يمرق أوقات رح يصير خلافات، رح يصير صراعات، رح يصير مشاكل، رح تؤدي لكوارث.
فبتمنى تكون وصلت الفكرة. لأي حدا بيحب إنه يتواصل معي أنا معالجة نفسية رح أكون كتير مبسوطة. وبتمنى كمان نفكر إنه نغير أسلوب تعاطينا مع رفقاتنا، نفكر بالكلمة قبل ما نقلن بدنا نخفف عنهم، نخفف بطريقة إنسانية. وكمان نحط ببالنا إنه في كتير أشخاص بيكون شايفين حياتنا أحلى بكتير من حياتهم، فبيكونوا فعليا قاصدين يزرعوا براسنا أفكار كتير سلبية لحتى نبدأ إنه نحن نكره حياتنا. فلهيك نحن ما بنقدر نعرف نوايا الشخص لحتى يصير في بيناتنا عشرة ومواقف كتير صعبة. لهيك انتبهوا على حالكم وانتبهوا من رفقاتكم يلي حواليكم، وبتمنى تضلوا بخير. كنت معكم أنا شامية، سلام.